السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة الحلقة الأخيرة من الكورس ده أنا تعبت فيه جدا. ذاكرت وحضرت وعملت برزنتيشن وصورت ومنتجت ونشرت، وانتوا كنتوا معايا في كل الوقت دون. أنا مبسوط جدا جدا بأي حد كمل الكورس دون للآخر أو وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي دلوقتي. وأي ثينك إن أنا بما إني شخص مشغول وعندي شغل وموجود في المعمل كل يوم، يمكن انا بسجل الفيديو ده من وانا في المعمل كمان، ولكن وجودكم وتشجيعكم والفيدباك اللي باخده منكم هو اللي بيخليني استمر اعمل محتوى من اصعب المحتويات اللي انا بشوفها، ان انت تعمل كل الخطوات دي عشان تطلع فيديو تعليمي. شكرا ليكم ان انتوا واقفين لحد هنا، وشكرا ليكم ان انتوا موجودين معايا، واتمنى النهارده الحلقه الاخيره تكونوا كلكم مبسوطين بالاتشيفمنت اللي انتوا عملتوه، بان انتوا كملتوا من اول كورس لحد اخره. بشكركم مره تانية، وان شاء الله اشوفكم في كورسات جديده. خلينا نبدا الحلقه، مع ان المفروض اقول دون في اخر الحلقه، ولكن السبلايسوسوم. الحلقه اللي فاتت يا شباب اتكلمنا عن انه في رياكشن او ميكانيزم بيحصل في عمليه السبلايسنج، والميكانيزم اللي فات اتكلمنا ان هو اسمه سيلف سبلايسنج ميكانيزم. الميكانيزم ده بيحصل عن طريق خطوتين. اول حاجه الانترون بيحصل لها كات في البوست اندز، والاكزونز they are joined together، وفي تو جروبس، والتو جروبس مور ليس شبه بعضهم، وهو عباره عن انه في مجموعه جوانسين بتخش على الانترون، تمسك في الانترون في الاكتيف سايز بتاع الانترون، وتقوم مهاجمه المنطقه دي بتاعه الفوسفوداي استر، وبعد كده بيتكون مجموعه او اتش فري او اتش بتقوم مهاجمه الجزء الثاني من الفوسفوداي استر اللي موجوده في الانترون الثاني، ويحصل ريليزد للانترونز ويتكون الاكزونز مع بعض. الحلقه دي قلنا ان هيبقى اللي جاي مور كومبلكس، هنتكلم عن حاجه اسمها السبلايسوسوم. هل هي مور كومبلكس وصعبه قوي يا محمد لا 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 لا، خد بقى المفاجاه دي اللي ما كنتش عايز اقولها لك الحلقه اللي جايه اللي فاتت، اسف، وهي ان السبلايسوسوم ميكانيزم تقريبا في نفس الخطوات بتاعه اللي فات. ما هو ليه معقد يا محمد؟ لانه في اكتر من فاكتور داخل فيه، في كومبلكس انتراكشن بيحصل، ولكن هي نفس الخطوات ونفس اللي هنقولناه المره اللي فاتت هنقوله المره دي، ولكن اللي فارق الفاكتورز اللي حوالين عمليه السبلايسنج. الفاكتورز المره دي اكتر، بروتينات بقى وار ان ايه وداخل وما اعرفش ايه وحاجات كتير كده داخله في بعضها عشان يتم الميكانيزم ده، ولكن كستبس هي نفس الستبس. السبلايسوسوم، وتعالى نقول انه في تو فاكتورز او في حاجتين بنحتاجهم عشان نعمل الميكانيزم ده من السبلايسنج. اول حاجه هو السبلايسوسوم ذات نفسه. زي ما انتم عارفين ان الام ار ان اي او البري ام ار ان اي عباره عن ان هو موليكيول بيحتوي على جينيتك انفورميشن، وبتبروديوس بروتينات، وبتخضع لعدد كبير جدا من البروسيس عشان تبقى ماتيور ام ار ان اي. كل ده شرحناه كذا مره. الام ار ان اي دون بيحصل ريموف لجزء منه، ولكن الطريقه اللي هنتكلم عليها المره دي هي مور كومبلكس، والسبلايسنج بيحصل بطريقه نوت اوتو كاتاليتيك. نوت اوتو كاتاليتيك لان اللي فات كان سيلف، حاجه كده من نفسها، شويه حاجه تمسك في حاجه فالتانيه تروح قطعه هنا والاو اتش تتكون فالاو اتش تهاجم الفوسفوداي استر، حاجه كده سيلف. انما المره دي لا، ما مش اوتو خالص ومش سيلف. اللي بيحصل المره دي عن طريق موليكيول كومبلكس موليكيول كولد سبلايسوسوم. السبلايسوسوم هو عباره عن موليكيول حجمه كبير شويه. وحجمه كبير شويه يعني ايه حجمه كبير يا محمد؟ يعني هو very large، حجمه 40 اس في اليست و60 اس في الثدييات. ده تقريبا بحجم الريبوسوم سب يونت. عارفين الريبوسوم سب يونت اللي هي بتعمل البروتينات اللي هي الترانسليشن، اللي هي حجمها كبير 40 و60. لا، حجمه كبير جدا، مركب معقد كومبلكس كبير جدا داخل فيه اكتر من حاجه. هو ده اللي بيعمل الميكانيزم بتاع النهارده. ولكن ده الفاكتور رقم 1. الفاكتور رقم 2 الار ان اي. الار ان اي اللي هنقطعه يا محمد؟ لا 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 لا، ار ان اي تاني خالص، بيخش بيساعد السبلايسوسوم او جزء من السبلايسوسوم، اسمه اس ان ار ان اي او
في بروتين كمان اسمه SNRNP. هنشرح الاسماء دي جايه منين دلوقتي. ولكن الاس ان ار ان اي ده عباره عن ار ان اي عادي جدا. هتقول لي انا اول مره اسمع الاسماء دي يا محمد. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على الام اي ار ان اي، او اتكلمنا عن المايكرو ام ار ان اي، وقلنا انه المايكرو ام ار ان اي قد يكون جزء من الانترونز، وممكن بعد ما الانترونز يحصل لها ريليزد يحصل بروسيسنج على جزء من الانترونز، وتتحول هذه الانترونز الى ام اي ار ان اي، والام اي ار ان اي هيبدا يعمل عمليات مهمه جدا جوه الخليه. ف ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا. لا ده مش ده الام ار ان اي، ده نوع تاني من الار ان اي. اولا مهم جدا عشان السبلايسوم تشتغل حاجه اسمها سمول نيوكلير ار ان اي، اس ان ار ان اي، سمول نيوكلير ار ان اي. ده اسمه جاي من كده، سمول عشان صغير، وهو يعني ايه صغير؟ يعني حجمه ما بين ال 80 ل 400 نيوكليوتايد، حاجه كده كتموته خالص. 80 نيوكليوتايد يعملوا لك قلبان. طب ليه؟ يعني ايه مكوناته؟ مكوناته هتلاقي ان هو ريتش جدا في اليوريدين، تلاقي فيه يو كتير، يو كتير، يو ده فسميناه ايه؟ يو 1 يو 2 يو 3 يو 4. يعني ايه يو 1؟ يعني مثلا تلاقي مثلا ده السيكونس بتاعه ايه؟ يو ده سميناه مثلا يو 1، اول واحد اكتشفناه فسميناه يو 1 مثلا. واحد تاني حجمه اكبر شويه قال لك ايه؟ يو جي سي يو، فده مثلا سميناه يو 2. فاحنا سميناهم يو 1 يو 2 يو 3، فاهم؟ بدل ما نقعد نسمي اسماء مختلفه، فقال لك يو 1 يو 2 يو 3 على حسب. اذا لو شفت يو يبقى احنا كده بنتكلم على ار ان اي، سمول نيوكلير ار ان اي. طيب المكون الثاني اسمه اس ان سيناربس، هو اسمه كده سناربس، اللي هو اللي على اليمين ده. المكون الثاني اسمه سناربس. الاس ان ار ان بي دون، وزي ما قلنا انه هي عباره عن بروتينات. الاس ان ار ان بي جايه من بروتين طبعا. الاس ان ار ان اي ما تتلخبطش وحياتك معلش، هو اسمه اس ان ار ان اي واس ان ار ان بي. اس ان ار ان اي، اس ان ار ان بي. الاس ان ار ان اي هو عباره عن ار ان اي، الاس ان ار ان بي هو عباره عن بروتين. الاس ان ار ان اي بتمسك في الاس ان ار ان بي. ركز بقى معايا، هنقول سناربس اسهل اهو، هي بتتنطق سناربس اهو. فالاس الار ان اي اللي هو الاس ان ار ان اي بيحصل له كومبلكس او بيمسك في البروتينات، وبيكون حاجه اسمها سمول نيوكلير رايبو نيوكليو بروتينز. سمول نيوكلير رايبو نيوكلير بروتينز. حلو. سناربس، سميها سناربس، بنسميها سناربس، و بتبقى ماسكه في الاس ان ار ان اي. يبقى لو افترضنا كده انه ده الار ان اي وادي البروتينات، الاثنين دول مع بعض كده بيكونوا الكومبلكس، والكومبلكس ده بيساعدنا في السبلايسنج. خلاص كده خدنا التعريفات، خدنا اهو، فهمنا يعني ايه سبلايسوسوم، وفهمنا يعني ايه اس ان ار ان اي، اس ان ار ان بي. يلا نخش على الميكانيزم اللي احنا جايين نشرحه النهارده، واللي احنا بنسميه سبلايسوسوم ميكانيزمز. والله تقريبا هو باين ان هو معقد، والله تقريبا نفس الخطوات بتاعت الحلقه اللي فاتت هنشوفها مع بعض، ولكن في فاكتورز اكتر. اولا لو جينا نقسم كده النوعيه دي من الانترونز مختلفه عن النوعيه بتاعت الانترونز اللي فاتت. النوعيه دي من الانترونز هي بنفسها معقده. اللي فات كان عباره عن فيه حاجه اسمها اكتيف سايت، ذاتس ات، خلص. انما هنا الانترونز في حاجه اسمها دونر سايت، وهي بيكون عند الجي يو دي. دونر سايت اهو 5 انت، الجي يو ده بنسميه دونر سايت. حلو. والناحيه الثانيه الاي جي
دي حاجه تانية، وبنسميها الاكسبتور سيكونس او الاكسبتور سايت. وفي النص حاجه اسمها البرانش بوينت. اذا الاستراكشر ده اللي انا عايز اقوله، سيبك بقى من دونر وما دونرش، احنا مش جايين هنا ناكل كباب. انا عندي هنا مكونات اكتر من بتاع المره اللي فاتت. في برانش بوينت، في تو سبلايس سايت، واحد دونر واحد اكسبتور. دونر يعني هنعرف دلوقتي معناها ايه، واكسبتور هنفهم برضو دلوقتي معناها ايه. حلو. طيب فاكر المره اللي فاتت في السلايد اللي فات قلت لك يو 1 يو 2 يو 3 يو 6 يو 7. ليه؟ اليو دي جايه من السمول نيوكلير ار ان اي، سمول نيوكلير اللي هو الاس ان ار ان اي. خليك فاكر بس ادي اهو. يبقى ايه؟ نخش على التكست بتاعنا كده. عندك هنا الجي يو دي نيوكليوتايد بنسميها الدونر سيكونس، واللي هي في ال5 برايم، وفي ال3 برايم بيبقى عندنا الاي جي، ودي بنسميها الاكسبتور سيكونس. حلو؟ حلو قوي. الموضوع بتاع السبلايسنج السيكونس بتاع الانترون بيحصل له شيرنج مع السيكونس بتاع الاس ان ار ان اي. بمعنى ايه يا محمد؟ بمعنى انه هتلاقي انه الاثنين مكملين لبعض. يعني مثلا لو افترضنا ان الانترون فيه A C G، ده الانترون. تعالى نتخيل ان ده الانترون. هتلاقي انه في اليو 1 مثلا اللي هو الار ان اي، الاس ان ار ان اي، تلاقي ان السيكونس بتاعه عباره عن يو 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 جي سي. فيحصل ارتباط ما بين السيكونس الخاص بالانترون والسيكونس الخاص بالار ان اي اللي هو الاس ان ار ان اي، فيمسكوا في بعض. ومن هنا يحصل رياكشن او يحصل اتراكت للسمول نيوكلير ار ان اي عشان تمسك في الانترونز. من هنا تبدا القصه. فهمنا بس الحته بتاعت الكومبلمنتري دي عشان ايه تبقى حته واضحه بالنسبه لنا، دي مهمه جدا. دي القصه، هي القصه هنا بدات. القصه بتبدا من انه السيكونس بتاعت الانترونز دي بتاتراكت سبيسيفيك اس ان ار ان اي اوف سبلايسوسوم. فور اكزامبل اليو 1 بيشير نيوكليوتايد مكمله للدونر سيكونس. الدونر سيكونس احنا اتفقنا الدونر سيكونس اهي كنا بنقول عليها ايه، عباره عن الجي يو. فلو رحنا عند الصوره كده نلاقي ان اليو 1 ماسكه اهي كانت موجوده بره وراحت ماسكه في الجي يو. حلو. عند البرانش بوينت تلاقي ان اليو تي يو 2 برضو ده سمول نيوكلير ار ان اي كومبلمنتري، برضو بيشير سيكونس من الانترون. يعني عنده سيكونس مكمل للانترون ويقوم ماسك في الانترون عند البرانش بوينت عند الاي. حلو الكلام. يبقى الموضوع كله معتمد على السمول نيوكلير ار ان اي، هو اللي بيبدا عمليه السبلايسنج، هو اللي بيبدا ينيشيت الفورميشن بتاع السبلايسوسوم. خد بالك من الكلام. طيب البيس بيرنج اللي حصل، البيس بيرنج يعني اللي احنا اتفقنا اللي هو الكومبلمنتري سيكونس اللي حصل ده، بيبروموت او بيبدا ان هو يحفز عمليه البندنج عشان يانيشيت الستيب بتاعه السبلايسوسوم. يبدا السبلايسوسوم يتكون، وبمجرد ما يمسك اليو 1 واليو 2 او يبدا يمسك اليو 1 في الدونر سايت، يبدا اذر سمول نيوكلير ار ان بيز تمسك في الانترونز. السمول نيوكلير ار ان بيز هتبدا تمسك اهو. يبقى السمول نيوكلير ار ان اي مسكت الاول، وبعد كده بدا السمول نيوكلير ار ان بيز اللي هو سناربس يو 2 يو 4 يو 5 يو 6 and splicing started. الحفله بدات، الحفله على الانترون بدات. صباح الفل. نبدا الحفله. اللي احنا شايفينه على اليمين ده الصوره بتاعتنا. ايه اللي حصل يا محمد؟ ده يو 1 هو اللي بيبدا الحكايه.
يبدا يمسك في الدونر سايت عشان في كومبلمنتري سيكونس ما بينه وما بين الدونر سايت اللي موجود في الانترون. اول ما يبدا يمسك هنا يبدا ياتراكت حاجات تانية تمسك سمول نيوكلير ار ان بيز، تبدا تمسك يو 2 يو 5 ما اعرفش ايه، كل اليوهات دي عماله تمسك في الانترون. طب وبعدين يا محمد بعد ما مسكوا خلاص، بعد ما بدانا عمليه السبلايسنج، نبدا الخطوه الاولى. الخطوه الاولى انه الاي ريزيدنت او ريزيديو اللي هي موجوده في البرانش بوينت، هو عباره عن ادينين عادي جدا. الاي دي عباره عن ادينين عادي جدا، اللي هي موجوده في البرانش بوينت اللي هي موجوده فوق دي. انا مش عايز اعلم على الصوره اللي اليمين دي، لو علمتها هشوهها كلها، انا عمال اشاور لك بتاع اهو. الاي دي اللي هي في البرانش بوينت هي اللي بتبدا اول خطوه. الاو اتش اللي موجوده في الاي دي بتاتاك السبلايس سايت اللي هي موجوده في الدونر سايت، ال5 برايم سبلايس سايت اللي هو هنا ده. انا هعلم اهو فوق اهو اللي هو هنا ده. يبقى مين اللي بيأتاك؟ فاكر المره اللي فاتت كان برضو بيحصل اتاك زي ده كده، واللي بيحصل انه لو رحنا هنا كده ركز معايا، اليو 2 اللي ماسكه في البرانش بوينت اللي هي في الاي، بيحصل انه الاي دي بتأتاك الفوسفوداي استر اللي موجوده هنا في الدونر سايت، عشان كده بنسميها الدونر سايت، بنسميها دونر سايت اهي. اليو دي والاي برانش بوينت اللي بتبقى موجوده في الاي، واليو 2 اللي هو عباره عن السناربس بتاتاك الفوسفوداي استر اللي موجوده هنا. وادي اول، لو بصيت تحت كده ادي اول قطعه من بالبلدي كده، اول قطعه الفوسفوداي استر اتقطعت، فادي اول سيبان من الانترونز. الطرف الاول من الانترونز فك يا رجاله. نفس اللي حصل المره اللي فاتت، هنا اتكونت برضو او اتش فري، هتبدا تعمل نفس اللي حصل المره اللي فاتت، انها تاتاك السبلايس سايت الثاني بتاع الانترون. ولكن لو لاحظت كده في حاجه اسمها لاريت فورمت، عامله زي السايكل. يا جماعه الموضوع هو نفس اللي حصل المره اللي فاتت، بس معقد شويه، اكثر تعقيدا، في شويه بروسيس بتحصل فيه. تبدا السايت دون الاو اتش فري اللي هتتكون هنا تبدا تهاجم الناحيه الثانيه كده، ويحصل ريليزد للانترونز، وياخد معاها اليو 2 وياخد معاها اليو 6. حلو. ويحصل ميرجنج للاكزونز. حلو. والاكزونز يحصل لهم لايجيشن في المنطقه اللي هي هنا دي، وشكرا. الانترونز يحصل لهم ديجريديشن او يحصل لهم تدمير جوه الخليه. الموضوع بسيط وسهل، هو نفس اللي حصل المره اللي فاتت، just more factors. زي ما قلت في اول الحلقه ما تخافش، الميكانيزم شكله معقد ولكنه هو نفس اللي شرحناه المره اللي فاتت. عشان كده انا شرحت المره اللي فاتت، خدت وقت في الشرح. تمام. اتكونت زي ما قلنا، انا هكمل يعني اللي مكتوب هكمله. اتكملت الاو اتش ديا، واللي هي هيحصل ان هي هتاتاك الفوسفوداي استر اللي هي موجوده في ال 3 برايم سبلايس سايت اللي هو الناحيه الثانيه. وبعد كده يحصل انه في قطع للانترونز والجويننج للتو اكزونز. وبعد كده زي ما اتفقنا ان في حاجه اسمها لوب ستراكشر اتكونت اسمها اللاريات، بتحصل اثناء عمليه السبلايسنج. و once second reaction completed الاس ان ار بيز و بيحصل لها ريليسنج وبتفك من السيكونسز بتاعتنا، وبيحصل ديجريدد للانترونز عن طريق النيوكليسيس، ويتدمر الانترونز، ويبقى معانا الاكسونز تروح يحصل لها ترانسليشن في السيتوبلازم. مش عايز اعيد الحلقه تاني، مش عايز اعيد الكلام تاني، انا عارف ان انتوا فهمتوا، ومش عايز اعيد لان انا مش عايز اطول وقت الحلقه اكتر من كده، وعايز انهي نهايه لطيفه وجميله وظريفه، وما بقاش دمي تقيل عليكم في اخر حلقه في الكورس. وعايز اشوفكم مره تانية ان شاء الله على القناه، وعايزك تشترك على القناه، وعايزك تيجي تحضر معايا حاجات تانية، وعايزك ترشح لي حاجات تانية نعمل عنها كورسات، وعايزك تبقى اشطر واحسن واحد في الدنيا.
ربنا معاكم ويوفقكم، ويا رب يكون انا كمان ربنا وفقني في الكورس دون وقدرت ان انا اطلع لكم حاجه فعلا فعلا تكون مفيده ومختلفه وتزود وعيكم وفهمكم للبيولوجيكال سيستم بتاعنا والجيناتيك ميكانيزمز والانفورميشن فلو اللي بيحصل عن طريق الجيناتكس. وشكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.